مجلة الجرس اللبنانية المملوكة للإعلامية نضال الأحمدية على الأنباء التي انتشرت مؤخرا وأثارت جدلا واسعا بشأن نشأة الفنانة اللبنانية إليسا في دار أيتام. وقالت المجلة اللبنانية عبر موقع التدوينات القصيرة أكس: غباء أو قلة مسؤولية واستهتار بنقل المعلومة، إليسا لم تدخل دار أيتام. تعلمت في الدير لا في دار. الدير مدرسة داخلية تديرها راهبات وتكون أحيانا مكلفة. وتابعت: والد إليسا كان أستاذا يعني معلما وأنفق على أولاده، أطال الله بعمر الوالدة إليسا ورحم الرب والدها الذي توفي في العام 2004. اعتقد كيف يعني دار أيتام.